السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم كل خير، وبارك لأخي الشاعر القدير أحمد بن دبيان الشعيفاني هذا الحفل، وأتمنى له حياة زوجية سعيدة. حقيقة هذا الحفل يستحق قصيدة، ولكن أعتذر عن ضيق الوقت وأختار قصيدتين للشاعر عبد الله بن زويبن حصرية، لأول مرة تطلع القصيدتين هذه. القصيدة الأولى في الشيخ مبارك الحمراني العمري الحربي رحمه الله ورحم خالي وأموات المسلمين. وكان الشيخ مبارك الحمراني يطلع هو ببندر ميقانيس للسودان، قال لي خالي الله يرحمه يقول والله من نروح لنرجع محفولين مكفولين نحط السيارات يشحنها لنا بالسفن. قم يا نديبي توجه غرب برسالة، يوم اكتمل سبكها ماني بخازنها من فوق جيب بلدنا، تو ما جاله من شركة تنتج السلعة وتضمنها علامة الصح رمزه وتمثاله على صناعات فارضة تهي منها لو قيمته باهظه بالحيل، تصخاله بضاعة الجنس بالصالات تركنها متسيطر بالبلد والبر ورماله تسيطر الحاكم اللي يامر وينهى اللي عطاله طريق يطرد لاله عن غدرة القيض ركابه يزبنها اللي توسق طويق ومال معجاله اضغط على مثبت السرعة وقننها وخله بخط الحجاز يبالي ظلاله يا لين يصل الحوية ويتوهدنها اقصر عن الحي الاقصى لا تعداله اللي وصلت المفارج رح معي منها واليا فهقت الحجاز وجذبة جباله وانوار جدة قدم وجهك تعاينها قدمك ملف قبل تصل تهيال السود الجبال يتلحلح معمطة منها للديرة اللي يطول ضيف هداله ريفي تنرب عن الحمران تقطنها للديرة اللي يطول ضيف هداله ريفي تنرب عن الحمران تقطنها تلقى بها اللي يشرف من تعناله للضيف نفسه على الفزة مرنها شيخ ماله وجاهه يكسب الطالة زبن الثمينة اللي يقل وزباينها يرمي لها غترته ويطوح عقاله ما هو من اللي تجيه ولا يثمنها يضربها الجال من حرصه على ماله يعطي قفاها النوايب ويتحضنها في جمعها مشغل فكره وجواله دايم وبقى الامور مجنب عنها والمسعد اللي حلاله مسعد حاله لو ان دنيا الفنا ما يشبع منها تنوم سلي تشيد اعداه بافعاله وتفشل اللي عن الواجب يحينها تلقاه في مجلس واسع تقل صاله لو تجتمع به قبايل حرب يكهنها يدخلك بإحراج في حفوة استقباله ولا الكرم فلة الحجان ديدنها مبارك اللي على ذبح الغنم ياله فوق الصواني وبوسط الرز يدفنها زبون من يفحم العامل اللي شاله وامثاله اللي لها الشاوي مسمنها وحشو لحمها طري وسمان وجلاله معروسها ما يطش الا فرسنها او ابوه مقدم عرب ومعرب خاله يوم الحمايل مناسبها تحصنها في وقتنا اليوم لا تنشد على امثاله لو درت كل البسيطه ما تعينها حتى بدار البشير اللي قنصنا له اغلى المواتر لنا بالسفن يشحنها نفجع بها الريمي الغافل مدهاله مع طلعة الشمس لين تغيب نمجنها جينا وقول ارفقوا وتكفون ما قاله بابليس وقريح لو نفقع مكاينها غير الجمارك يسوق رسوم ودلاله والسيور فنس الخشوم الزرق يدهنها دايم بصرف الفلوس يديه شغاله يطشها بربطتها ما يفنفنها زود على صرف المفرط سعة باله نفسه خفيفه ولا يلحق لها منها ماني بطامع مليونه ولا رياله لكن مزاير في زيله معلنها. القصيدة الثانية هي في اللواء العماج القحطاني
وكان موصين فيها عبد الجبار القحطاني يوصلها له. يقول الوقت راح وقرب لنا المواعيد، واسرجت للمركاض بنت العبيه زوامة متمرسه بالملاتيد سرد على فقطع الفيافي جريه كيانها فكري وعقلي لها قيد عن الدخول بغابة بوبهية. يوم العرب ثلثينهم للمناجيد يستخدمون الكاميرات الخفية مسوقها يم العفون الرعديد اللي لهم عرض مجفي ضحية علومهم رمين على غير تسديد الفعل ما من فعل ومهايطية حشيمة منصبها للجويد نخبة زحزيح الرجال الوفية والشعر والتمجيد يشعل صناديد اللي مشاعرهم رهيفة وحية يبني لهم حافز الكسب المجيد مثل المطر فوق الديار المرية ولا الصباخي لو تسيل ترديد مسرحة للبدو فيها رعية مثل الردي عنده بالإحساس تبريد لا فرق عنده بين هذه وذيه. الشعر عنده حادراته مسانيد ما هو بعارف طيبه من رديها خدمة على وصاف مشوار وعيد للساب جلي حبلها في يدي حميتها للركض وركبت ابو زيد ولا ينبلع عذر الخوي من خويه جتك تخطى وانت تقطع لها السيد قد ما العيال تلها شاذليه قحطان منهم ينبع المجد ويعيد اصل العروبيه من الجاهليه الخناجر والنمش والبوريد ومصقلات للصراع محنية وما عليها يوم عرف المقاصيد حل حر حر ولا يباله وصيه قلت اقبلت يمك تشيل الغرهيد قال استرح والهم خله علي انا على هداج شيخ المواريد اللي مع كل الموارد احسيه جنب عن اللي بالمناصب ملابيد ونحربها اللي سمعته جوهريه نجم شعاعه كل يوم بتصعيد بين الكواكب يكسح الليل ضيه عليه من طيبه تسمى الصناديد جميع قحطاني ببيت السميه لكان عذبه الصبايا مدى الميد يحرم عليه ما يجيبن زيه نبعد مدى هبواتنا فيه ويزيد عليه عنها حليف المرجله والحميه ان راح يم معزبه جاب تعميد بالجاه عن غيره لها لولويه بالمنصب العالي على زيد وعبيد والمشيخه والرتبه العسكريه تحقيقها ما هو على مثله بعيد جاهه مقدر والعزيمه قويه بعض العرب طيبه تصنع وتقليد ولا انت يا العماج طيبك سجيه الزايده يقبلها الشرف ويحيد وانته لها يا عزوه الجحدريه وسلامتكم.